السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه. اليوم غنقدم معكم الوصفه ديال المملحات، الوصفه اقتصاديه وسهله الكل كيبغيها، كتحتاج في عاشوره كلشي تيديرها في عاشوره. المهم هنا عندي انا درت كيلو ديال الفورص، 10 ديال الكيسان ديال الفورص المزيان، و3 ديال الفرماجات. وتبعوا معايا الوصفه، انا نكمل معكم شنو غنزيد. باكيه ديال الزبده غندوبوها وغنزيدها حتى هي، معلقه صغيره د الملحه، كل واحد على حسب الذوق ديالو. كاس ديال الزيت، ونزيد كاس ديال الزيت، شويش ديال الابزار، معلقه ديال الثومه مبسه بودغ، نديروها على النواشف. دابا 2 معالق صغار ديال سنيده باش يتحمر لنا دغيا. 2 معالق كبار ديال لاموطا الاولى، ها المعلقه الثانيه حيت الاولى عمرتها بزاف. المهم غنبسبس انا هادشي هنايا. المهم غنكمل بهذه الطريقه. ملي غنوصلوا للجميع د العجينه غنشوفوا شحال دخلنا العجينه ديال الماء، وانتم معانا. غنبداو بالكاس الاول ديال الماء، غنبقاو نخويو الكاس بالقياس د الماء حيت راه العجينه ميدمه، ما خصناش غير نجيو نكبو. وهذه البنات بعد ما عجنتها، علاش قطعت معكم الفيديو ما قداتنيش القصعه، وعجنتها في واحد القصعه اكبر منها شويه، كان غيطلب لي الوقت باش عاد نقلب معاكم. المهم رديتها للقصعه القديمه، دخلات لي كاس ونص ديال الماء فيها، وها القوام ديالها هانتوما بحال هكا، ما تكونش قاصحه وما تعركوهاش البنات، وما تعركوهاش البنات ابدا. عندكم تعركوها، جمعوها غير بالرؤوس ديال الاصابع ديالكم بحال هكا باش تجي مزيانه، حيت هي خصها غير تجمع بحال. اذا هنايا بعد ما حربلت هاد الحربوله ديال اللي جاتني العجينه غنقطعها على 3. الكره الاولى غندير فيها السحتر، والكره الثانيه غندير فيها السودانيه على حسب كل واحد والذوق ديال اللي كيبغي، والكره الثالثه غندير فيها هنايا الزيتون. درت هنايا شي 3 المعالق ديال الزيتون بالاخر بعضهم عاد قطعتهم. اذا هنا غنقطعها الكره الاولى، الكره الثانيه، الا نويت دير الكره ديال المذاقات، كل واحد داكشي اللي بغيتي عليه واللي باغي. حنا غادي نشيل صراحه مزيان صافي. اذا هنا غندير الزيتون هنا، وندير بحال هكا هي هكا، زيت خفيف كامل ودير كل زيتون صافي ونجمعوه. اذا هذه هي عندي الكره ديال الصحصه اللي غندير فيها، غندير شي شويه لتحت هكا ونحطها فيها بحال هكا، وندير على وجهها هذه حاجه الصحصه لا. الكره هذه الثالثه غنديرها بالسودانيه، غير 4 معالق، كل واحد شحال ما بغى. 4 معالق كبيره غندير كي بحال السحتر، شويه لتحت وشويش لفوق، الريحه السودانيه مجهده بحال هكا. واللي بغى يزيد كثر يزيد، كل واحد على حسب الذوق ديالو، ولا باننا ناقص نزيدو. انا زدت شويه هنايا، انا درت لي ضغط هذا الحراره، زدت شويه لتحت. هانتوما غير شي 4 معالق، ولا بغى يدير الهريسه يديرها هكا الحراره بحال
انا زاد مروحه كنت عليها الصحراء. اذا هذه الكره ديال الزيتون وهذه الكره ديال السودانيه والكره ديال السحتر، هذه غنكوروها غنوريكم واحد الطريقه غنديروها بها فنه غزاله. المهم تبعوا الطريقه. اذا دابا غنطلقوها في الثلاك. بعد ما قطعناها على هذا السمك هذا درتها هنا في الطبسيل الكبير وقطعت لها الجوانب بحال هكا بالناعوره، وغنقطعوها دابا بحال هاد الطريقه هكا بحال هكا. اذا غنديروا بهذه الطريقه بحال هكا. هذه الجعبه ديال الستيلو، هاد المدوره الكبيره هي باش غنقادو. نبدا من هنا ندير تقيبه هنا بحال هكا، نديركم مزيان وتقيبه هنا وتقيبه هنا، وتجي بحال الشكل ديال لي طرونج ديال الفرماج الحمر بحال اللي كنا كنتفرجوا في طوم جيري. نزولوا بالفنيته صافي ونكملوا على هذا الشكل. ملي يسالي له الدهين هانتوما درتيه شويه غندخلوا الفران الفوق حتى يتحمر، وغنبداو في الشكل الثاني يا اما الزيتون ولا السحتر. وهاد الطريقه دابا هذا ديال الزيتون غنقطعوه بحال هكا وغنكوروه كويرات على هذا الشكل هذا بحال هكا، نقطعوه بحال هادي هكا ونكوروها، وحنا نوريكم الطريقه اللي غادي نديرو بها. خليكم معنا. المهم كورنا على هاد الطريقه وغنقبطو فريشيطه وغنديروا له واحد الطريقه واحده اخرى. ناخذوا الفرشيطه ونفندوها في الطحين ونبركو عليه بحال هكا بلا طابع بلا والو، فرشيطه كلشي عنده في الدار. انا على هاد الطريقه شوفوا على اللون كيبان فيه راه التصوير ما عطاهش حقه، ها هو باين هكا. قطعوه على الطريقه ديال مستطيلات بالناعوره. المهم كنكملوا على هاد الطريقه. انا ما عنديش لي صور لي حتى كنبدا شويه وكنعيط كنجي نصور راسي. هانتوما بحال هاد الطريقه غنكملوا كله وانا نوريكم عاوتاني. المهم وانا كملت تقطع الطول غنبدا نقطع دابا لهاد الجهه بحال هكا قد هذا. المهم ها هو انا من بعد ما خرجته من الفران شوفوا جا غزال تيحمق. هذا ديال اللي بحال الفرماج. المهم هنا البنات تنشاركوا معكم الكسكسو اللي درنا في عاشوراء. حطيته في تيك توك، الا بغيتو تدخلوا عندنا لتيك توك للدا مغربيه، واخا تبان لكم هنا واحد القناه واحده اخرى ولكن هذه راه للدا مغربيه. البنات من بعد ما وجدوا لي المملحات ديالي قلت نشارك معكم النتيجه. انتما البنات جاو فنين تيحمقوا. هانتوما هو هذا ديال السحتر غزال، شوفوا كي جا تيحمق محمر. انا كنبغي انا وماما هادشي يكون محمر هكا مكرمل. هذا ديال الزيتون هانتوما شوفوا كي جا تيحمق غزال. وهذا ديال الفرماج
الحار جا واعر. جينا نشاركو معكم عاشوره ديالنا وتدخل عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر ان شاء الله. تابعوا القناه ديالنا وديروا جيم وسبسكرايب وداكشي كامل اللي كيدار والله لا يخطيكم.